الفن هو أساس التنوع الثقافي، وهو أحد القيم المهمة في حياة الأمم والشعوب، والتي اتخذت منه وسيلة تعبر من خلالها عن نظرتها للجمال الكامن في أعماق كل واحد منا. فن الحناء حيث تتجسد فكرة الإنسان وتصوره عن الجمال، ففي زخارفها ونقوشها تكمن المهارة اللي تضفي جمال أخاذ على الجسد في الكثير من المناسبات. وعلى الرغم من قدمه إلا أن صيحته الجمالية تتناسب مع جميع الأذواق. ولنتعرف على هذه النبتة اللي رافقتنا في مناسباتنا وكانت حاضرة في أفراحنا، سنقابل المؤرخ في الحناء والمختص في النقش والمزارع لنستكشف معهم رمزية الحناء في ثقافتنا وطريقة صناعته واستخداماته. تعالوا معنا ننطلق في رحلة ثقافية عبر ناسلوجيا لنتأمل سويا التنوع في المشهد الثقافي على أرض مملكتنا الحبيبة وروابط وصولنا الممتدة لعصور سابقة. ناقش الحنة على كفك الزين، كفك عذب قلوب من غير حنة. ويا ناقش الحنة على ناعم الكف، نقشت القلب المولع صوابه. عرفت نبتة الحناء لدى كثير من الشعوب منذ عهود غابرة، وما زالت نقوشها من الطقوس القديمة الحاضرة بقوة، فهي تتميز بأوراق خضراء جميلة ولها أزهار تتخذ لون وردي أو أبيض. ومن الممكن أيضا استعمال أوراقه أو بذوره أو أزهاره لأغراض تجميلية، كما استخدمت للعديد من المنافع العلاجية. فما هي نبتة الحناء ومن أين بدأت؟ مادة الحنة هي عبارة عن شجرة تزرع طبعا، وهي شجرة استوائية، عبارة عن بودرة يتم استخلاص هذه البودرة من شجرة الحنة نفسها. بودرة نستخلصها من الأوراق، نجففها ونطحنها وتصير عبارة عن بودرة خضراء رائحتها مثل رائحة الأعشاب. زينة الحنة أزلية من المصريين القدماء، أيضا استخدمت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك تاريخ محدد لنشأة الحنة. طبعا هي نبات ينبت في الصحراء في المناطق الحارة، وهو موروث يعني هام من المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي أماكن في الهند وفي باكستان لكن نتطرق له في كتراث من زينة المرأة السعودية، مرتبط بعادات وتقاليد وأعراف. موطن الأصل إلى الحنة أساساً كان يعود إلى الفراعنة في مصر، ويعود إلى مقارب 9000 سنة. يعني هذا الفن متواجد منذ 9000 سنة تقريباً. طبعاً نعرف عند الفراعنة وشمال أفريقيا واستراليا وآسيا. بعدين امتد
إلى باكستان والهند عن طريق المغول، وانتشر هناك، وانتشر انتشار قوي في الهند وباكستان، وصاروا سبحان الله يتاجرون فيه ويطلعونه إلى باقي المناطق بشتى أنواعه، يا بودرة يا معجون. ولأن تاريخ الحناء يعود إلى عصور قديمة جدا، فقد انتقل عبر القارات ومن جيل إلى آخر، حتى أصبح ثقافة وعرف عند الناس، واستمروا في توارثه وتطور استخداماته. كما في زراعته تفاصيل مهمة لابد أن تؤخذ بالاعتبار، وله مواسم زراعية معينة لجني محصول كافي لكميات كبيرة ذات جودة عالية. نعم، نبتة الحنة طبعا تزرع في المملكة وجميع المناطق تقريبا، ويمكن زرعها حتى في المنزل. طبعا زرعها أفضل موسم يعني للزرع نبتة الحنة يكون فصل الربيع وفصل الصيف، لأنها مادة يعني نبتة تحتاج الحرارة، ولازم زرعها في تربة طينية، ويكون هذه التربة يعني نزيد عليها أيضا قليل من الرمل، يعني تربة طينية زائد رمل، ولازم تكون الأرض فيها صرف ممتاز إلى الماء، يعني لازم يكون فيها صرف، وأيضا تكون الأرض معدة بالسماد، والسماد يكون الأفضل أنه طبيعي من روث البقر، هذا أفضل شيء تزرع فيه نبتة الحنة. بعد قطف الحناء من المزرعة تبدأ المرحلة التالية من تحضيره، وذلك يعتمد على ثقافة كل منطقة. فمنهم من يقومون بإضافات على الحناء اللي يعملون عليها لتزيد من اللون ليصبح داكن وفاتح على حسب الرغبة. طبعا هو نبات ينبت في المملكة، له طريقة أنها منها ألوان اللون الأحمر والأخضر. طريقة تحضيره تجفيف أوراق شجرة الحنة وسحقها أو طحنها وعجنها بقليل من الماء، وبعض يعني هناك يعني مختلف في مناطق المملكة، هناك من يضيف لها دهن الورد، هناك من يضيف لها ليمون، هناك يعني كل منطقة لها يعني أعرافها في تحضير الحنة. لكن المتعارف عليه أنه يعجن فقط بالماء، وتكون عجينة ليست بالسائلة يعني كثير، وليست يعني جافة. هذا بالنسبة لتحضيرها. بعد ما يتم استخلاصها وتجفيف الأوراق وطحنها، يتم أيضا نخال هذه البودرة عشان تصير عندنا ناعمة. بعد ما يتم نخال هذه البودرة، يتم وضع بعض المواد الطبيعية عليها. إذا كانت حنة حق شعر يتم إضافة الزيوت، بعض الزيوت وبعض المواد المستخلصة الطبيعية. بإمكانك أن أنت تحضرها في البيت بمواد بسيطة جدا موجودة داخل البيت. يعني بعض الناس يستخدمون للشاي أو الكافي، ياخذونه ويغلونه مع المويه ويضيفونه له. وفي عندنا ماده اسمها الميسو، صبغه صغيره تنباع للحنه، يضيفونها عليها، هذه تكون الخلطه طبيعيه. اما اذا كانت اللي هي البودره بنستخدمها حق نكش حنه ونبغى فيه لون بارز، طبعا يتم اضافه بعض المواد هذه تعطينا صبغه تخلي لونها اكثر غماقه، وطبعا هذا الشيء المرغوب الحين. الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد، صل وسلم عليك يا حبيب الله محمد. ارتبطت الحناء منذ القدم بمعاني الجمال والفرح، وقد تطورت وسائل استخدامها وتنوعت نقوشها، فأصبحت من طقوس المناسبات المهمة لتكتمل مراسم الفرح. كما يختلف الناس في استخدام الحناء في المناسبات، فلكل مجتمع عادات وتقاليد مختلفة تصاحب أفراحهم.
ينتشر في الأعياد، زينة للمرأة في أيام الزواج. فيه ما هو خاص للأطفال، في ما هو خاص للعروس، في ما هو خاص. فتتميز يمكن الجدة أو الأخت الكبيرة أو الأم في تحضير الحنة. ففي ليالي رمضان قبل العيد تقوم بتحضير الحنة، ويلتف حولها الأطفال أو البنات فتيات يعني. فتضع الحنة في الأيادي بعدة طرق. هناك من تضع عجينة في كف اليد، ويعني تضغط عليها بقوة، يقوم بترتيبها الجدة أو الأم. يكون هناك تحضير قطع من الأقمشة تربط بها يد الفتيات، وينتظرن يعني يبقى في أيديهن للصباح الباكر. في الصباح إذا استيقظت الفتيات يتسابقن لتنظيف الحنة ويتطلعن اللون، فكل ما كان أحمر قاتم كل ما كان الحنة يعني جميل أكثر. طبعا الحنة يختلف من الكبيرة للصغيرة، يعني الشيء اللي تنقش الصغيرة ما تنقش الكبيرة في العمر. فسبحان الله جداتنا دائما مشهورة عندنا الطبوقة، اللي هي يحطون يعني شوية من الحنة ويكون الحنة ماسك، ويسكرون يدينهم ويطلع شكلها بعدين لما تفتح يدها. وطبعا رجلينهم دائما يميلون إلى المسحة، الحنة السادة يعني في رجولهم. أما البنات لا، يميلون إلى الزخارف وإلى النقوش بأنواعها. طبعا النقوشات ما شاء الله لها أنواع كثيرة، فالبنات لا، كل واحدة وذوقها يعني. البنت الصغيرة نحط لها شيء ناعم بسيط. البنت كل ما كان عمرها يعني كبرت، يعني وصل عمرها 12 سنة، نحط لها شيء أكثر بعد شوي. أما المرأة يعني أو البنت البالغة يكون لهم نقشات أكثر من البنات الصغار. فسبحان الله هذا شيء راجع إلى ذوق البنت نفسها. طرق وأساليب الحنة التراثية كانت العروس توضع في يدها في قبضة اليد وتوضع بإحكام وتربط الأيادي. بالنسبة للأطفال لا، يضع زي ما نسميه احنا بالعامية صحن العيد، فهم دائما قبل رمضان يستعدون للعيد بالزينة، فيضعن الفتيات الصغار صحن العيد وأطراف الأصابع، بينما العروس أو النساء الكبيرات في السن لازم تخضب اليد كاملة، كف اليد كامل بالحنة. فهذا موروث يعني في جميع مناطق المملكة، سواء كان يعني بأساليب العروس أو يعني تحضيرات العروس أو تحضيرات الأعياد والزواجات. فلكل منطقة طرقها في ممارسة أو وضع الموروث الحنة. يشتهر الحناء كرمز للاحتفالات في المجتمعات العربية، كما تتعدد استخداماته وأنواعه وفوائده التي تعرفت عليها الشعوب من خبرتهم في استخدام الحناء على مر العصور. الحنة له عدة فوائد سبحان الله، يعني إلى فوائد من ناحية البشرة، إلى فوائد في علاج بعض الأمراض، حتى أمراض أحيانا سبحان الله ما تجي في بال الإنسان يعالجها الحنة. أيضا سبحان الله مو بس علاجات عن الأمراض، هو إلى حتى سبحان الله دافع من داخل نفسي. مجرد أنت يعني سبحان الله تجيب هالحنة وتنقش أو سبحان الله شيء يمدك بالسعادة، يعطي طاقة إيجابية. حتى في المكان نفسه لما يكون في حنة البيت يعطي المكان طاقة إيجابية سبحان الله. لم يستعمل فقط للزينة، أيضا استعمل كعلاج، في علاج تقرحات الأرجل، علاج فروة الرأس. حنا طبعا يعالج أنواع كثيرة ممكن ما تجي في بال أحد. طبعا هي فيها مواد من رب العالمين، يعني مواد ضد البكتيريا، تعالج البكتيريا، تعالج أنواع من الحساسية في الجلد. أيضا فيها مواد مؤكسدة تمتص الحمى والحرارة عند الأطفال والكبار. حنا يعني في الطب النبوي وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أن يعني أنه في ألم الرأس يوضع الحنة،
وفي ألم تفطر الأقدام أو في ألم الأرجال. حتى للرجال على فكرة يعني يوضع الخضاب في الأرجل، الحنة في الأرجل. الأمراض كثيرة يعني في الطب النبوي وضع أن الحنة كعلاج مستخدم وأثبت فعاليته. توجهنا إلى مزرعة الحناء بحثاً عن أجوبة أكثر حول هذه النبتة، وهناك التقينا بالعم خليفة صاحب مزرعة الحناء في محافظة الأحساء لنتعرف على بعض تفاصيل زراعتها وأساليب رعايتها، واللي قد تساعد بدورها في جني محاصيل ذات جودة عالية من الحناء. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. مساك الله بالخير يا عم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياك الله. شلون صحتك؟ خير، جالك طيب. عساك طيب. ولله الحمد، الله يجزاك خير. بعد اذنك نبي نعرف عن زراعة الحنة، شجرة الحنة، الطريقة، شلون تزرعونها؟ نزرعها احنا على شكل شتلات، نجيبها شتلات من السوق ونغرسها في الاماكن اللي احنا نبغيها. أهل المشاتل يحطونها في عقل، يحطون عقل وفي مشتل في علب يحطون عليه ويسوون لحد ما تكبر تصير شتلات والناس تجي تشتري. أنا من ضمن الناس اللي يجون يشترون شتلات، ما أزرعها عقل، لأن العقل لها طريقة ولها عناية ولها ملاحظات غير الشتل. العقل وش؟ العقل هي قسم من الشجرة يقصون عواده ويقرشونها في علب، يحطونها في حوض ويغطون عليها لحد ما تطلع العواد في موسم، لها موسم. هي محتاجة ماء، تبغي ماء. شجرة الحنة أكثر ما يحطونها على مساقي الماء وعلى دواير المربعات اللي زراعة رز ولا خضار ولا نخيل، تشوفها في الدواير أو في المساقي الرئيسية اللي يطلع من البركة أو مصب الماء إلى على نفس الطريق يمشي الماء، هي تكون موجودة على نفس طريق مجرى الماء. طيب ايش ممكن يأثر عليها على زراعتها غير المويه؟ شح الماء بس ما تبغي إلا مويه، حتى أسمدة وكذا ما تحتاج. يعني هي نبتة قوية مرة. نبتة قوية ومتحملة برد وحر تحمل. طيب إذا مثلا أنت اهتميت بزراعتها وبالنبتة اهتمام زيادة، ممكن إنك تطلع نتائج أفضل؟ تختلف الأنواع؟ ما هي كل ما تعطيها موية تعطيك ورق وكبر وخضرة باستمرار. يعني النتيجة تكون أفضل؟ أفضل طبعا. الماء أما تشح عليها بالماء بتصوفر، ورقها ما ينفع، شكلها يصير ما ينفع، برضه ما تعطيك كبر. فالخضر إذا تبغى خضر عطها ماء. طيب كم في نوع حول النوع الحساوي واحد. طيب يعني بعد ما تزرعها وتهتمون فيها، متى يبدأ موسم الحصاد؟ متى تبدأ تقصها؟ بعد 2 أو 3 مع العناية، إذا بتعتني فيها بالماء وملاحظتها في بداية زرعها بالتذرية، تدري عليها، إن شاء الله تعطيك في خلال 3 سنين تبدأ تعطيك ثمر وقص. وقدها ثبتت في الأرض وصارت نشيطة. أما تقصها في سنتها أو سنة ثانية برضه تتبهدل شوي، لكن لما ثبتت 3 سنين ابدأ قص. بعد 3 سنين تعطيك قصتين في السنة. ما شاء الله. اي نعم. وكم تقريبا عمرها؟ عمرها سنين ما شاء الله. ما شاء الله. عمر الحين عندنا شجر يمكن في 50 وصل. شجرة الحنة هي يعني من العزاز علينا، لأنها فيها منافع كثيرة، يعني منافع للتزيين وخضرة شكل جمالي، وورها إنتاج. يعني الورق نستفيد منه، نبيعه مع الاستفادة البيع، برضه نبيعه بودرة، لو طحنا نبيعه بودرة يجون يشترون الناس. مع
مع التطور التقني والتعدد الثقافي تطورت التقنيات اللي اكتسبها الناس. ومن هذه الأمور كانت طريقة نقش الحنة اللي تغيرت اليوم ولم تبقى بصورتها التي اعتدنا عليها. استحدث النقش الحنة أو ما يعرف بالنقاشات، وهو وضع طبعات على الكف وعلى الأذرع في وضع الحنة، وهذا طبعا من تطور وضع الحنة، ليس موروث يعني متوارث عليه. في أنواع كثيرة للنقوش حديثا يعني استحدثت. فعندنا النقش المعروف جدا في المنطقة اللي هو النقش الهندي، عندنا النقش الإماراتي والنقش السوداني، النقش الخليجي ونقش العجين، وفي عندنا نقش الرز. هذه الأنواع عادة يعني هي اللي منتشرة حاليا، وكل واحد تختار طبعا النقش اللي يعجبها، يعني كل واحدة وذوقها. من زينة المرأة السعودية مرتبط بعادات وتقاليد وأعراف. على امتداد العصور وتقدمها إلا أن الحنة ينوجد في كل مناسبة فرح، سواء زواج، تخرج، خطوبة، تلاقي لازم يشوفون لهم وقت قبل المناسبة بيومين ويتحنون، لأنها معلم من معالم السعادة والفرح عندنا. ينمو نبات الحناء في المناطق ذات المناخ الحار، خاصة في فصلي الربيع والصيف، ويزرع على هيئة شتلات وعقل، ثم يتم استخلاصها وتجفيفها وطحنها لنحصل على البودرة، وبعد ذلك يضاف لها بعض المواد الطبيعية مثل الزيوت وغيرها حسب الأعراف المنتشرة في كل منطقة لتكوين الأصباغ المختلفة. وتعود بداية استخدام فن الحناء إلى الفراعنة المصريين، وامتد انتشاره إلى العديد من المناطق المجاورة حتى وصلت إلى المملكة، وأصبحت موروث تراثي متأصل فيها. وقد شاع استخدامها من قبل الناس الكبار في السن في الأعياد والأعراس، كونهن المسؤولات عن الطبوقة لتكوين الحناء ونقوشها. فالحناء جزء رئيسي من زينة المرأة السعودية اللي ارتبطت بعاداتنا وتقاليدنا التي لا يخلو منها البيت السعودي. حقيقة وليست الأخيرة، إن الثقافات والحضارات جزء لا يتجزأ من التاريخ اللي لا يمكن أن نستبدله أو ننساه، لأن لكل شعب ثقافة وهوية خاصة به تختلف عن غيره من الشعوب. ربما بعض التفاصيل اللي عرضناها في حلقتنا تبدو لكم جديدة، لكن تأكدوا بأنها حقيقة موجودة دلتنا عليها آثار وعبارات وقصص. في ناسلوجيا سوف نبحث سويا عن المعرفة في ثقافة الإنسان وأسرار المكان، لنبني طريقا معبدة لفهم الإنسان عبر الزمان.